في ايه يا سعد؟ عايز اتكلم معاكي. دلوقتي؟ ايه؟ موضوع عالية، مش ينفع نتكلم هنا عشان متسمعناش. مفيش موضوع. عليا لا في دماغها اسماعيل ولا غيره، والواد اللي كلمها ده اسمه احمد عصام وسافر بره مصر خلاص. طب كويس، تعالي. عايز ايه تاني؟ في ايه؟ هقولك في ايه؟ تعالي بس. في ايه يا اسف؟ مش عايزك. في ايه؟ عايز ايه؟ ايه عايزك؟ انا زهقت بقى من الخطوبة والجواز والطلاق والعدة والليلة دي كلها. عايز ايه ازاي يعني؟ قلت لك ما ينفعش، حرام. انت هتعملهم عليا انا؟ طب انا بقى عايزك في الحرام. ايه قولك يا مهارة صهللة؟ انت تقصد ايه؟ هو انا عمري كنت عملت اللي انت بتقوله ده معاك في الحرام؟ حق ربنا لا، بس انا بقى موافق باللي كنت بتعمليه معايا قبل الجواز. ايه قولك بقى؟ اسكت. مش انا تبت واتجوزت راجل ملو هدومه. كنت فاكره انه هيرحمني من العيشه اللي كنت عايشاها. حمدت ربنا وشكرته مليون مره عشان وقع في طريقي راجل يا اسعد، ما ياخدش ام ابنه بالغصب ولا يعايرها باللي كانت بتعمله معايا عشان كانت فاكره انه بيحبها وبتحبه. ابن الحاج عبد رب النبي والحاجه مهجه اللي حج بيت الله 3 مرات، عايز ياخد طليقته وام ابنه في الحرام. بذمتك ده تحسبه راجل يا اسعد؟